ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله طالع اتكلم معاكم في موضوع في غايه الاهميه ولازم الكل يعرفه، وهو موضوع الاختراق. لازم تاخد بالك كويس جدا من حساباتك وبالذات من قناتك على اليوتيوب، واعرفك اهم النصايح اللي هتخليك تتجنب الموضوع ده ومحدش يخترق القناه بتاعتك بسهوله او يخترق حساباتك بسهوله. ببساطه شديده لو اتبعت النصايح اللي انا هقولها لك دي صعب جدا، يعني هيبقى صعب جدا ان القناة بتاعتك او الايميل بتاعك او الاكونت بتاعك يحصل له اختراق او اي حاجة. اول حاجة ببساطة شديدة لازم تأمن نفسك بانك ما تعرفش اي حد معلومات تخص حساباتك. يعني ما تعرفش حد عنوان الحساب بتاعك ايه، ما تعرفش حد رقم تليفونك ايه، ما تعرفش حد يعني مثلا انت قناتك على اليوتيوب رابطها مثلا برقم تليفون زيرو مثلا كذا كذا، ما تعرفش الناس الرقم ده، ما تعرفش الناس الايميل او الايميل الجيميل بتاع القناه بتاعتك، وهكذا بقى في اي حساب عندك سواء كان على الفيسبوك سواء كان على اي حاجه. ما تعرفش اي حد اي عنوان حساب يخصك او اي عنوان رقم تليفون يخصك. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى والمهمه جدا جدا جدا، وهي انك لازم تاخد بالك كويس جدا من البرامج اللي بتثبتها على التليفون بتاعك، وهل هي برامج معروفه ولا يعني برامج انتوا فاهمين بقى فاهمين. يعني ساعات مثلا يقول لك ايه، حمل البرنامج كذا وبمقابل كذا. دايما اغلب البرامج دي هتلاقيها مش على متجر جوجل بلاي، لان دايما اي ابلكيشن في الاغلب او عموما لما بيجي ينزل على متجر جوجل بلاي او على متجر موثوق منه بيكون مفحوص امنيا وكل حاجه، فاهم، بيكون مفحوص من كل شيء، فاهم. فبالتالي لازم تاخد بالك كويس جدا من النقطه دي. حلو. فلما تيجي تحمل ابلكيشن بره جوجل بلاي يعني برضو لازم تقلق ولازم تعرف الابلكيشن ده مصدره ايه وكده. تالت حاجه، مش اي رابط يجي لك تدوس عليه، وهنا بقى اغلب حالات الاختراق بتحصل في الحته دي. خد بالك كويس قوي من النقطه دي، خد بالك. بس يا شباب، ده كانت حلقه النهارده. يا رب لو الحلقه عجبتكم تنزلوا الشركه وتحطوا لايك، والسلام عليكم.